هل أهلنا بيعلمونا ويساعدونا عشان نحقق حلمنا ولا نحقق حلمهم؟ بسرعة جدا نعمل لايك وسبسكرايب وتعالى وانا اقولك. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. فيلم 3 إيديتس هو من وجهة نظري واحد من أجمل الأفلام الهندية، خصوصا إنه من عشاق عامر خان. والفيلم ده بيبدأ بجملة حلوة جدا، وهي إننا من طفولتنا اتعلمنا إن الحياة عبارة عن سباق، ولو ما جريناش بأقصى سرعة هنداس. مقولة عظيمة الصراحة، ولكن مش لازم تكون صح خالص. الفيلم بيعرفنا على الأغبياء الثلاثة، كل واحد منهم من بيئة مختلفة تماما، وطريقة كل شخص فيهم مختلف عن التاني، لكنهم اتجمعوا تحت سقف كلية واحدة. راجو وفرحان ورانشو. فرحان هو الابن اللي أبوه أول ما شافه قال عليه الباشمهندس من قبل حتى ما يسميه، يعني هو خلاص اتكتب في شهادة ميلاده إنه مهندس، وعشان خاطر أهله تعبوا عشانه قرر إنه يحقق لهم حلمهم حتى لو ما كانش بيحب الهندسة، وبيطلع على خير كل سنة. وراجو على عكسه كان بيحب الهندسة جدا، ولكنه دايما كان خايف، دايما بيصلي وبيدعي، دايما شايل هم عيلته اللي عايز يعيشهم في بيئة أفضل، عاوز ينجح عشانهم مش عشانه. أما رانشو فكان مختلف تماما، بيحب التعليم جدا ولكنه مش بيحب نظامه، رافض انه يكون بيحفظ ويكتب بس، عاوز يفكر، عاوز فعلا يتعلم. وعشان كده كان دايما متشاف انه غريب، لانه وسط مجتمع حافظ مش فاهم حرفيا. كان طالب مفيش حد زيه الا واحد بس اسمه جوي لوبو. لوبو ده كان عبقري، لكنه سقط لانه مشروعه ما كانش كامل، وطلب من العميد انه يديله مهله بس، لكنه رفض. وهنا بيقرر لوبو انه يستسلم وينتحر، كأن النتيجه هي اللي كانت معلقاه بالحياه. هو عايش عشان يكون مهندس، اهله مستنيينه يرجع البلد عشان يتباهوا بيه، عشان هو هيكون اول مهندس في قريته. لكن ده محصلش، لانه مات او اتقتل من ضغط المجتمع ومن ضغط الناس ومن ضغط الدراسة ومن ضغط عميد الكلية. قرر انه ينسحب من الحياة دي. ولوبو مش لوحده، ناس كتير عملت زيه، زي ابن العميد نفسه. والعميد ده ما كانش شخص شرير بالمناسبة، وده جانب مش كتير بياخد باله منه. هو بالنسبة له الحياة عبارة عن سباق وتحدي، وهو ده اللي اتعلمه طول عمره، فكان بيحاول يعلمه للطلاب. والاهل في الفيلم برضه ما كانوش وحشين، بالعكس دول عايزين ولادهم يبقوا انجح ناس في الدنيا. بس الحقيقه ان هم عمرهم ما هيكونوا احسن ناس في الدنيا، لان ده مستحيل. لكن الحلو بجد ان ندعمهم في اللي بيحبوه. يعني فرحان مثلا اهله صرفوا عليه فلوس كتيره جدا، كانوا بيحلموا نفسهم عشان ابنهم يبقى مهندس ويتباهوا بيه، ولكن في الحقيقه هو كان مهندس فاشل، لكنه كان مصور عظيم. وده اللي كان رانشو بيحاول يوصله له، انه شخص موهوب جدا في حاجه تانية غير الهندسه. بس اهله مش شايفين ده، لان احنا بنحب ولادنا، بس ساعات بنحب الصوره اللي بنرسمها عنهم في خيالنا اكتر بكتير. وعلى الجانب الاخر الراجل اللي بيكون خايف طول الوقت، بيتحط قدام ضغط صعب جدا، فبيقرر انه ينتحر، ولكنه مش بيموت. ورانشو بيكون جنبه طول الوقت، واول ما بيقوم بيقرر ينفذ وعده لرانشو ويبطل خوف. وفعلا بيحصل ده، وبيكسب وظيفه في شركه كبيره. وفرحان بيعمل زيه وبيواجه اهله، وبيقرر يشتغل مصور للحياه البريه. ورانشو بيختفي تماما من حياته، وكانه كان جاي يزرع فيهم الامل ويختفي. انا حبيت اعمل الحلقه دي عشان نتيجه الثانويه العامه اللي ظهرت من كام يوم، وانا محللتش الفيلم ولا قلت اي حاجه فيه بالمناسبه. انا اخترت الفيلم ده بس عشان خاطر اوصل من خلاله حاجه انا عايز اقولها، وهي ان النتيجه مش مقياس لحاجه خالص. اهم الناس في العالم وانجحهم ما جابوش مجموع عظيم. انا مش بقولك ان التعليم ملوش قيمه، بالعكس اجتهد وذاكر واعمل اللي عليك، لكن لو النتيجه ما جاتش زي ما انت بتحلم ما تسمحش الرقم انه يحدد قيمتك ويحدد مستقبلك. الفكره ان يكون عندنا هدف واضح بنسعى له طول الوقت، هدف يخصنا احنا. اهلنا دايما عاوزيننا نكون احسن ناس في الدنيا، وده عشان هم بيحبونا بجد. ولكن صدقني لما تخش كليه انت مش بتحبها عشان ترضيهم وتبقى فاشل في المجال ده، انت كده مش هتفرحهم، انت كده هتأذي نفسك اللي باقي من عمرك. انا مش بحب اقول كلام الانشا ده، بس دي الحقيقه. هحكي لكم على حاجه. انا ليا صديق ايام ثالثه ثانوي فضل يذاكر ليل ونهار عشان يدخل طب، في الاخر ما جابش المجموع اللي دخله طب، وحس انه كده خلاص، لكن يشاء ربنا انه يدخل كليه موسيقى. والنهارده الشخص ده بيحمد ربنا جدا انه دخل الكليه دي، لان هو من البدايه اصلا بيحب الموسيقى والفن اكتر من اي شيء في الدنيا. فاللي عاوز اقوله لك هو انك تسيبك من الناس اللي بتحكم بالمجموع. اتعلم وادرس وذاكر واجتهد، وسيب الباقي على تدابير ربنا. ما تقارنش نفسك بحد، ما تسمحش لحد انه يحجمك. اتعلم الحاجه اللي بتحبها وكون شاطر فيها عشان تعيش اللي باقي من حياتك سعيد بدون اي ضغط. وساعتها صدقني اهلك هيفرحوا بيك ويتباهوا بيك كمان. وزي ما قال الفيلم، اعمل باتقان والنجاح هو اللي هيجري وراك. ربنا ينجحكم جميعا وينجحنا دايما، واشوفكم في حلقه جديده في الصندوق. مبروك يا ميرو، الناجح يرفع ايده. وحياة قلبي وافراحه وهنا في مساء وصباح، ما لقيت فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاح.